ازيكم يا امورات، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. مبدئيا كده وقبل ما نبدأ الفيديو معانا، عايزة اشكر الناس طبعا اللي بتشترك عندي في القناة. إيه، ما عندكوش فكرة بصراحة، اول ما بفتح التطبيق السورس بتاع اليوتيوب وكده بلاقي لو مشترك واحد بس زاد انا ببقى سعيدة قد ايه. يعني بقول لكم ميرسي جدا لاي حد بيدخل في القناة وبيشترك فيها، بيعجبه المحتوى وبيشترك فيها. إيه، زي ما انتم شايفين كده هنعمل البطاطا المكرمله النهارده، طعمها بيبقى معانا روعه. شبه البطاطا يا جماعه اللي احنا بنجيبها من على العربيه كده، اللي هي على الكورنيش. عارفين العربيات دي بتبقى طعمها حلو قوي. وعملتها ازاي؟ عملتها بطريقه سهله جدا، هي طبعا ولا مسلوقه ولا مشويه، وزي ما انتم شايفين زي الزبده، طعمها جميل قوي. بس شكلها حلو جدا. عملتها ازاي؟ يلا بينا دلوقتي ونشوف عملتها ازاي. بصوا بقى يا جماعة، دي البطاطا أنا عايزة حجم يكون تقريبا يعني يكون مقاس موحد كده، وكمان يكون تبقى يعني من تحت زي فوق كده، تبقى يعني مفيهاش حتت مقلبظة وكده. زي ما انتوا شايفين كده، يعني هنحاول بقدر الإمكان ننقيها يعني تكون متناسقة أو قد بعض. بصوا بقى هنعملها هنا على الجريل، أيوة على الجريل هتبقى جميلة. ما عندكش جريل يبقى صينية عادية جدا، بس يا ريت تكون صينيه اللي هي النوع يا جماعه اللي مش بيلزق. انا غسلتها كويس جدا جدا، مش عايزه نقطه ميه خالص، وكمان نشفتها. حتى كمان الجريل برضو غسلته ونشفته. مش مطلوب خالص تكون في نقطه ميه. وهنرص البطاطا بالشكل ده. بصي اهي المقاس اللي بقولك عليه، وهنبدا نرص كده. زي ما انتوا شايفين انا هعمل جزء على الجريل اللي هو المكرمل ده، وكمان الجزء التاني هحطه في الفرن بتاع البوتاجاز. هنا بقى معايا سكر، ايوه سكر. حتى يا جماعه برضو الوصفه دي بتبقى حلوه جدا، مش احيانا كده بنجيب بطاطا بتبقى مش مسكره قوي. الوصفه دي هتبقى معاها حلوه، خصوصا ان احنا كمان هنستخدم فيها سكر. هنبدا نحط شويه من السكر كده. طبعا ما تخافيش، السكر ده عادي هيتكربل كده وهيبقى جميل جدا، مش هيتحرق. يعني قصدي هقولك دلوقتي هنعمل ايه عشان طبعا ما يتحرقش. هنا بقى اي نكهه انت بتحبيها انا هحط لها جوز الطيب. الحقيقه لقيت حته صغيره جدا في اخر حته عندي في التوابل. استخدمها. عايزه تحطي قرفه اوكي، حطي قرفه. بصي صغنونه بتجري مني. مش عارفه امسكها. جوز الطيب يا جماعه نكهتها قويه جدا، احنا بنستخدمها في الحلويات. عايزه كمان تنكهيها بالقرنفل برضو ممكن. وهنا كمان معايا حبهان، يعني حطيت جوز الطيب وكمان حطيت حبهان. بس كده هنقفل عليها. زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لك، بعد مفيش جريل يبقى صينيه، بس لازم نغطيها بغطا محكم علشان طبعا هي هتستوي على البخار. الكلام ده كله يا جماعه على البوتاجاز اهو. حطيتها كده على البوتاجاز يا جماعه. بصوا بعد نص ساعه عايزه اقلبها. هنقلبها يا سلام، شايفه الكرمله؟ هنقلبها كده بالراحه. عايزه اقولك الناحيه اللي من فوق اللي اتكرملت دي استوت، حتى لو تلاحظي في قشره اهي اتشالت معانا. وهنقلبها كده بمنتهى الحرص طبعا علشان شكل البطاطا ما يبص معانا ويبقى شكله حلو. هي مش محروقه خالص على فكره، بس هي الكاميرا جايباها كأني محروقه، بس هي مش محروقه خالص. اهي كده بعد ما قلبتها. بصي هغطيها تاني وهخليها بقى، هي هتعرق وهتعمل بخار ميه على فكره. هنغطيها ونكمل بقى سواها، وان شاء الله نشوفها في الاخر. خلاص يا جماعه، اللحظه الحاسمه. يلا بقى نفتح كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله، بصي شكلها حلو جدا. هي استوت وبقت زي الزبده. هي خدت على النار بالظبط ساعه.
اول ما حطيتها والجيل اللي سخن طبعا وطيت النار كأنك بتعملي رز كده بالظبط، علشان بس ايه تلحق تستوي معاكي على نار هاديه. اي اكل يا جماعه بنسويه على نار هاديه بتاخدي منه نتيجه افضل بكتير. نطلع واحده كده ونشوف بقى ايه ظروفها. زي ما انت شايفه كده. ارجع اقول لك تاني، نقي البطاطا، ما تبقاش اللي هي المتوحشه يا جماعه الكبيره، تبقى كلها قوام واحد. تعالوا بقى نقطع حته من المعلقه. انا عايزه اقول لك سخنه قوي قوي على فكره مش قادره امسكها. بصي، زبده يا اخواتي، زبده، بس ريحتها حلوه جدا. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جربي الوصفه دي ان شاء الله، باذن الله هتعجبك كتير كتير. بس كده، وده كان فيديو النهارده. باي باي حبايبي.